ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله مستحق الحمد والثناء، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. سادتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الدرس 63 في شرح كتاب الوافي في القراءات السبع المتواترة للشارح الشيخ العلامة عبد الفتاح القاضي رحمه الله. أيها الحضور الكرام، درسنا لهذا اليوم هو بعنوان باب الوقف على مرسوم الخط. ومرسوم الخط هو الخط الذي أثبت في المصاحف العثمانية، الخط الذي أثبت في المصاحف العثمانية، ونقصد به كل الخط سواء أكان قياسيا أم عثمانيا، يعني غير قياسي، لأن المصاحف كما تعلمون فيها من الخطوط ما يطابق اللفظ الخط وهو القياسي، وفيها الرسم العثماني الذي يخالف الرسم القياسي بزيادة أو إبدال أو همز أو فصل أو وصل وما إلى ذلك. فالعنوان هو باب الوقف على مرسوم الخط. أنتم تعلمون أيها الكرام أن العرف القرائي استقر على مقياس قرائي يتكون من 3 بنود. البند الأول أو الركن الأول هو أن تكون القراءة متواترة أو صحيحة السند، والركن الثاني أن تكون القراءة موافقة للرسم العثماني ولو احتمالا، والركن الثالث هو أن تكون القراءة موافقة لأحد وجوه اللغة العربية، سواء أكان هذا الوجه فصيحا أم أفصح. هذا ما استقر عليه العرف القرائي. فالرسم القرآني هو أحد الأركان 3 التي تميز بها القراءة المتواترة أو الصحيحة عن الشاذة، ومن هنا تكون أهمية موافقة القراءة للرسم القرآني. لكن هذا لا يعني أن كل قراءة ينبغي أن توافق الرسم القرآني، هذا على الأعم الغالب، لأننا سنجد أن من القراء من يختار وجها يخالف فيه الرسم القرآني، وتبقى القراءة الموافقة للرسم القرآني هي المقدمة على سائر القراءات الأخرى. يقول الناظم رحمه الله: وكوفيهم، يقصد القراء الكوفيون. من هم الكوفيون؟ عاصم، حمزة والكساء. ومن العشرة من؟ خلف العاشر. الكوفيون ما رمزهم في الشاطبية؟ نعم، عفي عليك، الثاء. أقول وكوفيهم والمازني. المازني هو لقب لأبي عمرو البصري، وهو من العرب الأقحاح. وكوفيهم والمازني ونافع. إذا ذكر
5 قراء، 3 من الكوفة، عاصم وحمزة والكسائي، وأبو عمرو البصري، يعني العراقيون زائد النافع، وكوفيهم والمازني ونافع عنوا أي اعتنوا وتابعوا خط المصحف في قراءاته. قلت هذا على الغالب الشائع لا على القليل النادر. يقول عنوا باتباع الخط، أي خط؟ خط المصحف. عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء. هذا النوع من الباب يختص في وقف الابتلاء، وقف الابتلاء أو الاختبار. يعني شيخ يريد أن يختبر تلميذه، يقرأ بقراءة أو برواية معينة، ويريد أن يعرف كيف يقف على الكلمة الفلانية، فيقول في وقف الابتلاء أي في وقف الاختبار. ويشمل أيضا وقف الاضطراب، وقف الاضطراب، لأن الإنسان قد يضطر إما لعطاس أو لانقطاع نفس فيضطر إلى الوقف، فينبغي أن يعرف كيف يقف للقارئ الذي يقرأ به أو للراوي الذي يقرأ به. لأنه كما تعلمون أن الوقف والابتداء هو عبارة عن ركنين أو عن مسألتين. المسألة الأولى أين نقف وكيف نقف، أين نقف وكيف نقف. يعني مثلا على سبيل المثال للحصر من قواعد التلاوة أن المنصوب نحو غثاء ونداء يجمع القراء العشرة بالوقف عليه بألف العوض، أليس كذلك؟ بلى. غثاء، نساء، نداء. ويجمعون أيضا على الوقف بالمرفوع أو بالمجرور بالإسكان، نحو سماء سماء وسماء سماء. إذن هذا يعبر عنه بكيفية الوقف. وكذلك أين الوقف. إذن لا بد للقارئ معرفة أين الوقوف وكيف الوقوف. يعني مثل ما يعرف كيف الوقوف عليه أن يعرف أين الوقوف. هاء التأنيث الوقف عليها المقبوضة بإجماع القراء العشرة، نحو سنة مقبوضة ورحمة المقبوضة وشجرة المقبوضة. يعني المقبوضة مرسومة بالهاء المدورة أو بالتاء المدورة. جميع القراء العشرة على التاء المقبوضة أو الهاء المقبوضة يقفون بالهاء، لا خلاف بين القراء في ذلك. إذن هذا نسميه كيف الوقف أو كيف الوقوف. وينبغي أن يعلم القارئ أين الوقف، بحيث يكون جملا صحيحة كما أشار إلى ذلك علماؤنا ومفسرينا، بيّنوا لنا مواطن الوقوف. فهنا يقول وكوفيهم والمازني ونافع عنوا، أي اهتموا وتابعوا خط المصحف. عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء، يعني في وقف الاختبار. تمام إخواني؟
وبقي من القراء السبعة اثنان، من هم؟ ابن كثير وابن عامر، فعطف قال ولابن كثير يرتضى وابن عامر، أي ارتضى الشيوخ كذلك لهم على الرغم من عدم وجود الرواية بذلك، لكنهم العلماء والشيوخ تابعوا الكوفيون وتابعوا أبا عمرو البصري وتابعوا نافع في الأخذ واتباع خط المصحف، طبعا إلا ما استثني. قال ولابن كثير يرتضى وابن عامر، فهنا أصبح السبعة كلهم يتبعون ماذا؟ خط المصحف، لكن الرواية أتت عن 5 والمتبقين استحببه الشيوخ القراء. ثم قال وما اختلفوا فيه، أي الكلمات التي اختلف عليها القراء وقفا، وما اختلفوا فيه في كلمات موضوع إجماع كما ذكرت قبل قليل، يعني مثلا المنصوب يوقف عليه بألف العوض، لا نجد قارئا يقف بغير ذلك. هاء التأنيث لا نجد، المقبوضة لا نجد قارئا يقف بغير الهاء، لكن ثمة مواضع اختلف القراء عليها كتاء التأنيث المبسوطة مثلا، يعني ذكر رحمة ربك فانظر إلى آثار رحمة الله، تاء مبسوطة مضافة إلى اسم ظاهر، هذه اختلف القراء عليها، فمنهم من وقف بالتاء ومنهم من وقف بالهاء. فيقول لك وما اختلفوا فيه، أي الكلمات أو المواطن التي اختلف القراء عليها، وما اختلفوا فيه حر، أي حري أو حري، هذا منقوص مثل قاض، أي يفصل، يقول لك سأفصله لك المواطن التي اختلف القراء عليها، أما المواطن التي اتفق القراء عليها فلا يذكرها، وإنما سيذكر الكلمات، أو أحيانا تكون قاعدة مضطردة يذكرها اختلف القراء عليها. يعني مثلا عندنا الموصول والمفصول. الموصول رسما السلام عليكم. الموصول رسما أحيانا كلمة تكون موصولة، والكلمة نفسها في موضع آخر تكون مفصولة. على سبيل المثال للحصر، إنما الله إله واحد، إنما عبارة عن مقطعين، إن المؤكدة وما، إنما وأتت مفصولا، يعني إن وحدها وما وحدها، إنما توعدون لآت. الموضع الأول إنما الله إله واحد، الموصول المكون من مقطعين ولكنه رسم موصولا خطا، وحقيقته أنه مفصول حكما، عبارة عن مقطعين إن وما، لكنه رسم موصولا إنما. هذه دخول إن على ما كف عن العمل، يعني الله إله واحد. فلاحظ هنا
من مبادئ الوقف والابتداء أنه عندما تأتي على كلمة مرسومة موصولة مثل إنما الله إله واحد، هذه موصولة ليس من حقك أن تفصلها، تقف على إن وحدها أو تقف على يعني تبتدئ بما، لأن هذه مرسومة موصولة، فإذا وقفت اضطرارا أو اختبارا تقف عليها إنما قولا واحدا، وليس هناك خلاف بين القراء. والموضع إنما توعدون لآت رسمت مفصولة، إن واحد وما واحد. فهذه لو رحمك الله لو قال لك الشيخ هل يجوز أن نقف على إن المفصولة؟ الجواب نعم طبعا اضطرارا أو اختبارا. لماذا يجوز؟ لأنها رسمت مفصولة. لكن ينبغي أن نراعي عندما وقفنا أو إنما، يجوز أن نقف على إنما اضطرارا أو اختبارا، وهو ليس بمحل وقف طبعا. إذا المقصود أيها الكرام هو وقف الاختبار، يسمى وقف الابتلاء أو وقف الاضطرار. قالوا ما اختلفوا فيه حر أن يفصل، يعني حقيق سأفصله لك كالآتي. فابتدأ بالقاعدة رقم 1. فالبيت الثالث هو قاعدة مضطردة أو مضطردة للقراء ال7. القاعدة الأولى تخص هاء التأنيث. قال إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. هاء التأنيث والبعض يسميها تاء التأنيث، وهو موضع خلاف بين النحاة. فذهب سيبويه إلى أن أصلها التاء، وذهب ثعلب وهو من رواد المدرسة الكوفية إلى أن أصلها الهاء، وكل أدلى بحجته. سيبويه قال هذه أصلها التاء لأنها تعرب بالحركات وصلا، رحمة ورحمة ورحمة، سنة سنة سنة، تعرب بالحركات، فإذا أصلها التاء. الكوفيون قدموا دليل آخر وانتصروا لدليل قالوا قريش تقف عليها بالهاء، حتى التاء المبسوطة قريش تقف عليها بالهاء، وهي أفصح اللغات. يعني رحمة الطويلة مبسوطة قريش تقف عليها بالهاء، وطي تقف عليها بالتاء. نحن الآن برواية حفص مثلا ذكر رحمة كيف نقف عليها؟ بالتاء على لهجة طي. والكسائي والبصري وابن كثير ويعقوب وأبو يعقوب بخلف عنه طبعا يقفون بالهاء، يعني رحمة، وهي ايش مرسومة؟ مرسومة بالتاء. هو يتكلم عن هذا، وإذا كتبت بالتاء سماها هاء مؤنث، ما قال تاء مؤنث، قال هاء مؤنث. إذا انتصر لمن؟ اللي يقول أصلها شنو؟ أصلها هاء، اللي هو سيبويه؟ لا، سيبويه يقول بالتاء. ثعلب الكوفيون، يعني انتصر للكوفيين. والكوفيون يقولون أصل الهاء لأنه جل هذه التاءات مرسومة بالمقبوضة بالهاء،
والقليل منها هو المرسوم بماذا؟ المرسوم بالتاء. ولذلك علماء الرسم لا يتكلمون ولا يشيرون إلى المقبوضات، لأن القراء متفقون عليها بالوقف عليها بالهاء. يعني كل هاء مدورة لا خلاف بين القراء، هاي قاعدة احفظوها. كل هاء مقبوضة قراء ايش بيهم؟ متفقون. الخلاف وين؟ للمبسوطة. ولذلك هو مو قال لك حري أن يفصلها، بدأ يفصل لك، قال لك من هذه هي مال من أو ماذا؟ قال إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف، وقف بالهاء. ويش مرسومة؟ مرسومة بالتاء. الوقف بالتاء هي لهجة قريش، والوقف بالتاء العفو بالهاء لهجة قريش، وبالتاء هي لهجة طيب. هذا الشاعر يقول له، يتكلم عن قومه عندما سبوا، يقول له الله نجاك بكفي مسلمة، هو اسمه مسلمة على لغة طيب. الله نجاك بكفي مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد مت، كادت نفوس القوم تصبح أمد. ما يحضرني البيت سبحان الله، غاب عن ذهني. حرة تصبح أمد. لا، يقول الله نجاك بكفي مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد مت. على أي حال ما يحضرني، شوف إذا رجع لي أكمل البيت إن شاء الله. فالمهم، فطي تسمي سورة البقرة، تسميها سورة البقرة. الخلاف النحوي بين النحاة، يعني هل هي سواء أكان أصلها الهاء أم أصلها التاء. القرآن الكريم جمع ما بين اللغتين، هذا الذي أريد أن يصل إليكم. يعني لو سئلتم لما القرآن الكريم رسم هاء التأنيث أو تاء التأنيث مرة مقبوضة ومرة مبسوطة، فأدق جواب هو للجمع ما بين لهجات العرب. والرسم بالهاء لغة قريش، والرسم بالتاء لغة طيب. وفي مذاهب أخرى لكن لا أريد الخوض فيها، يعني مذاهب بنيت على استنتاجات، لكن هذا ما أورده علماء الرسم، أن الرسم بالهاء والرسم بالتاء هو للجمع ما بين اللغتين. يقول إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف. يعني هنا مثلا ذكر رحمة حفص ومن معه كيف يقف؟ رحمة. أما ابن كثير والبصري المرموز لهما بحق، حق رضا والراء للكسائي، يقفون بالهاء. ويوافقهم يعقوب من العشرة بخلف عنه، يقول فبالهاء قف حقا. البصري رمزي، هذا مصطلح يعني رمزي لقراء اثنين، حق، كلمة حق ترمز لمن؟ لابن كثير والبصري. رضا يعني ماذا؟ الكسائي. ومعولا، شوف الإمام الشاطبي عبقري، لما قال حق حتى لا يأتي أحد ويقول، ولم يقل حق فقط، قال لا حق رضا، أي أن الرواية التي جاء بها البصري، والبصري
هو من العرب الأقحاء، وهو صاحب مذهب في اللغة، صاحب اختيار في اللغة العربية، هو ليس من الأعاجم. عندما يقف على تاء التأنيث المبسوطة بالهاء معناتها هذه القضية لها أصل لغوي عند العرب على لغة قريش. فماذا عبر عن ذلك؟ قال حق أو حقا، أي أن هذه الرواية هي رواية حق وليست من ابتكارهما. والله ابن كثير هو يعني من الأعاجم، لكن أبو عمرو البصري هو من العرب الأقحاح. زبان بن العلاء من العرب الأقحاح، هو وابن عامر الشامي، هذول الاثنين الابنان، عفوا أبو عمرو البصري وابن عامر الشامي. لذلك ابن مالك يقول وعمدتي قراءة ابن عامر وكم لها من عاضد وناصري. يعني ابن عامر الشامي أيضا من العرب الأقحاح. فلم يعني لهجته فلم تلوث لهجتهما بشيء من العجمة. فعندما يقف أبو عمرو البصري بالهاء على التاء المبسوطة ينبئك هذا عن الفصاحة، وأن هذا الأصل هو أصل لغوي فصيح في كلام العرب. وقوله رضا أي أن القراء والنحاة ارتضوا ذلك، فحق أو حقا رضا، فهو وقف حق، والنحاة والقراء قد ارتضوه بالوقف على التاء المبسوطة بهاء المؤنث. واضح الكلام إخواني ولا غير واضح؟ واضح؟ يعني لاحظ اختيار كلمة حقا، لأنه كأنما هو يعلم أنه سيأتي جيل وسيأتي قوم يقول لك كيف أليس هذا في مخالفة لرسم المصحف؟ ماذا سنرد؟ يلا نرد اسمع رد. واجبة. يعني شنو واجب؟ يجيك واحد يقول لك أليست المصاحف قد رسمتها بالتاء؟ وردت بها رواية صحيحة متواترة. يعني شو نقول؟ جمع بينهم. شنو جمع؟ بين اللغات نجاة العرب. أنا فاهم. يجيك واحد يطعن يقول لك هاي السوالف ترى كلها القراء بتكرهها. شفت أنا من هالنمايم هاي في زماننا. نايك عن طعن المستشرقين. مرسومة بالتاء على أي أساس يقف بالها؟ تمو تقولون أن موافقة الرسم المصحف ينبغي أن تكون موافقة، إنها مخالفة. مخالفة مختفرة. ليش مختفرة؟ اتباعا للرواية، يعني الرواية الأصل. الرواية الأصل، لماذا الرواية الأصل؟ لأن بها سند تصل للرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا نقطة مهمة أخواني، أريد شوية تفتح مغاليق تفكيرك. أيهما أسبق؟ الرواية. القراءة أم الكتابة؟ قراءة. أيهما أسبق؟ قراءة النص لو كتابة النص؟ قراءة النص. قراءة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أول مرة، والمعول عليه كان ماذا؟ القراءة. نزل عليه الوحي بالقراءة. ونزل في ولم تكن موجودة كتابة. بعد ذلك بدأت مرحلة الكتابة. فالكتابة أصل ثان. الأصل ماذا؟ الأصل القراءة. لكن من باب الاحتياط ومن باب المحافظة على النص من عدم الضياع تم توثيق النص القرآني. ولا الأصل هو ماذا؟ الأصل القراءة. هب
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب القرآن، لأن كتابته في عهده تمام، وكان يقول ادعوا لي زيدا وليأتني مو، كان يجلس ويملي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فإذا انتهى قال اقرأ علي، فأقرأ عليه، فإن كان فيه سقط أقامه، وهذه رواية الطبراني، إذا أكو خلل يعدله. لو لم يدونه رسول الله تعتقدون المصحف كان ضاع؟ ليش ما يضيع؟ سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. بينما التوراة والإنجيل جعل حفظها مناط بمن؟ بما استحفظوا من كتاب الله بالأحبار والرهبان. أما القرآن الكريم فمنوط حفظه بمن؟ بمنزله. ولو زور كما يدعي هؤلاء المجانين، لو زور الصحابة وحرفوا القرآن ما كان نزل جبريل مبينا ومسددا؟ كان نزل جبريل مبينا ومسددا. تفضل. وهذا اصلا القران اللي بين ايدينا مكتوب على روايه حفص غالبا غالبا. قصدك يعني هذا المصحف اللي بين ايدينا هذا المصحف. على قراءة الكوفيين، مو على رواية حفص. لا وكفرت على قراءة الكوفيين، لأن هذا المصحف هو اللي بعث لسيدنا عثمان إلى أهل الكوفة. مصحف واحد بعث مصحف حمزة ومصحف ولم يكن آنذاك قراءة اسمها حمزة ولا قراءة اسمها الكسائي ولا قراءة اسمها عاصم. أنا أقصد أنه أكو يعني في كتاب أخرى وفي مصحف آخر اللي أرسل إلى الغير مكتوب بالهاء مثلا، صح؟ اللي هي رحمة. صح اللي بين أيدينا هذا مصحف الكوفيين. نعم. هذا مصحف الكوفيين. هذا المصحف الآخر اللي يرسل مثلا غير الكوفي. نعم. مكتوب في على القراءة الأخرى. مو بالضرورة. مو بالضرورة. يعني المصاحف التي تصل انه التاء بدل ما كتبوا شلون الصلاه مثلا مكتوب عليها الالف المنجليه او السين والصاد الصاد مكتوب فوقها سين. هذا مو رسم، هذا ضبط. احنا نخلط ما بين الضبط وما بين الرسم. المصاحف فيها خلافات كل وفق قراءته، لكن هسه انت بروايه، هسه انت مو تقول هذا بروايه حفص، وهذا مو بروايه حفص المصحف، هذا بروايه بقراءه الكوفيين. يعني هسه انت وان الياس سلام على الياسين، يا وفق قراءتنا رسمها على قراءتنا. هذا رسم مفصوله ال ياسين، يعني ال وياسين واحد. لو كانت على قراءتنا لجاز الوقف على ال، ولم يجوز ذلك. هذه مرسومه على قراءه ابن عامر ونافع اللي هي آل ياسين. واحيانا في المصحف يعني موافقة المصحف لأهل مصره أمر غالب، مو 100%، الغالب هو يوافق، لكن أقول لا، كثير من الشواهد على يأتي على شو يطلع لنا. اي نعم جزاك الله خير. البيت اللي استشهدت به قال الله نجاك بكفي مسلمة من بعد ما مت صارت أو كادت نفوس القوم عند الغلصمة وكادت الحرة أن تكون أمت. يعني يقول بلغت أرواحهم إلى الغلصمة اللي هي الحلقوم، غلصمة يقول عند الغلصمة، وكادت الحرة أن تدعى وأن تكون أمت، هي أمة على قراءة
طي أو على لغة طي أمت. نعم. طيب، إذا أيها الكرام، نعدد القراء الذين يقفون اضطرارا أو اختبارا على التاء المبسوطة. من هم؟ يلا وياي بنعددهم. من هم؟ الكسائي. حقا منه كثير أول، وأبو عمرو البصري والكسائي من رضوان. هذول الثلاثة نعددهم النوع. من الذي يقف بالهاء على التاء المبسوطة؟ الكثير والبصري ويلحقهم يعقوب من الحشر. تمام اخواني؟ هذا شو نسميه؟ هذا قانون، قاعدة. إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء يقف حقا رضا ومعاوية. وبينت كلمة حقا أي أن هذه رواية حق وليست اجتهاد، وهذه تناقلها القراء وارتضوها فعبر عنها حقا رضا. فلا يجيني واحد ويقول لي أنا خالف الرسم. نعم خالف الرسم، لأن الأصل هي الرواية قبل الرسم، وهذا ما يعبر عنه علماء الرسم بالمخالفة المغتفرة. إذا ثبتت الرواية لا يقف أمامها لا رسم ولا لغة عربية. واضح إخواني؟ لكن الغالب لا، الغالب أنها موافقة. طيب السؤال، والذين وقفوا تبعا للرسم بالتاء، يعني لو أردنا أن نفاضل مثلا، إذا من القراء من وقف بالهاء وخالف الرسم كابن كثير والبصري والكسائي ويعقوب، والبقية كحمزة والكسائي ونافع وابن عامر، هؤلاء وقفوا تبعا للرسم. يعني وقفوا من؟ كيف وقفوا؟ بالتاء. رحمة، سنة، أقصد التاء المبسوطة. هل يجوز لنا أن نفاضل؟ لا يجوز لنا أن نفاضل. لماذا؟ لأن هذه قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوقوف بالتاء، التاء المبسوطة، لا أصل في اللغة، باعتبار أن أصلها ماذا؟ أصلها الهاء، وأن قريشا تقف بالهاء. قريشا تقف بماذا؟ تقف بالهاء. واضح كلامي إخواني ولا غير واضح؟ الرسالة التي أريد أن أوصلها لكم، أولا أن الأصل هي الرواية، والرسم يعتبر مصدر ثاني. يعني لو القراءة ضرب سندها، هل يبقى للرسم قيمة؟ لكن إذا عبرت السند وتناقلتها الأمة وإن خالفت الرسم، ممكن أن تكون قراءة متواترة، وممكن إذا لم تجمع الأمة خالفت الرسم ممكن أن تسقط. يعني مو كل قراءة خالفت الرسم تعبر، لا. والدليل قراءات الصحابة أبي وابن مسعود، ألم تكن قد تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلقوها أم لم يتلقوها؟ ها؟ يعني كالصوف المنفوش ما قراها النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله قراها، وابن مسعود قراها. وإن كانت إلا زقية واحدة قراها ولا ما قراها؟ قراها. وابن مسعود ما جابها من جيبه. لكن هل هذه القراءات بقت أم سقطت؟ لا، سقطت. لماذا سقطت؟ لأن الأمة قد اجتمع أمرها في الجمع الثالث أو في الكتبة الثالثة أنه يجمع سيدنا عثمان. أخواني، هذه قضية جدا مهمة تغيب عن كثير من الناس، أن سيدنا عثمان
ترى عندما جمع أو كتب القرآن الكريم الكتبة الأخيرة الثالثة، ترى جمع الناس على القراءات المتواترة التي ثبتت في العرضة الأخيرة، جمعهم على القراءات التي ثبتت في العرضة الأخيرة، لأن في قراءات متواترة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لم تقوى ولم تثبت في العرضة الأخيرة. هذا اللي سوى سيدنا عثمان، فلذلك سقطت كثير من القراءات كان الصحابة يقرؤون بها، كقراءة ابن مسعود وقراءة أبي، وكان وراءهم وكان أمامهم. فاسعوا إلى ذكر الله فامضوا إلى ذكر الله، وغيرها وغيرها من القراءات. لو تفتح كتب التفسير يقول لك وقرأ ابن مسعود أو قرأ أبي فامضوا، وما جاب من جهة متواترة، والله صحيحة متواترة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة، لكنها سقطت، ما ننسخ من آية أو ننسيها. لماذا سقطت؟ لسببين. السبب الأول أنها سقطت في العرضة الأخيرة، والسبب الثاني أنها خالفت الرسم القرآن. يعني زاقية تشبه صيحة؟ زاقية ما تشبه صيحة. جاب زاقية على صيحة من حيث الرسم. واضح إخواني ولا غير واضح؟ فسيدنا عثمان ترى عندما جمع المسلمين جمعهم على القراءات المتواترات التي ثبتت في العرضة الأخيرة. لأن كان الخلاف شنو؟ هذا يخطئ من؟ يخطئ ذلك، لأنه كلهم تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من الصحابة لم يحضروا في العرضة الأخيرة، ما حضروا العرضة الأخيرة. يعني هنالك قول يقول ابن مسعود لم يحضر في العرضة الأخيرة، لكن الأمة مجمعة إلى أن زيد بن ثابت كان حاضرا في العرضة الأخيرة، ولذلك ارتضاه سيدنا النبي، وارتضاه سيدنا أبو بكر، وارتضاه سيدنا عثمان، لأنه يحفظ كتاب الله، وممن حضر العرضة الأخيرة وممن خط المصحف للنبي ولأبي بكر ولعثمان. فإذا إخواني راح نذكر الجملة على إطلاقها أن تكون موافقة لرسم المصحف، صحيح هذا في الغالب، لكن أحيانا القراءة تخالف رسم المصحف ويقرأ بها. جبريل كم رواية بها؟ كم قراءة بها؟ كلمة جبريل كلها توافق الرسم؟ والله ما قلت. ميكال وميكائيل وميكائيل كلها توافق الرسم؟ والله قسم منها يوافق الرسم، لكن أتت الرواية بها وارتضتها الأمة واجتمعت عليها حتى لو فيها يعني شيء من المخالفة في الرسم. أرجو أن تفقهون هذه المسألة. والمخالفة على 3 أنواع: مخالفة واجبة، هذه القارئ لازم يخالفها، كما تقرأ كلمة الصلاة والزكاة مكتوبة بالواو، هل يجوز لك أن تقرأها بالواو؟ إذن هذه تخالف، أنت بالإجبار تخالفها. خالفت الرسم ولا ما خالفته؟ والمخالفة المغتفرة كما تكلمت، أتت الرواية مخالفة مغتفرة. والمخالفة الثالثة المخالفة الممنوعة، اللي هي ليس يعني فيها سند، كما فعل ابن محيصن، جاب روايات صحيحة لغة لكن ليس فيها سند، فنصب له ابن مجاهد مجلسا بحضور ابن مقلة العباسي الخطاب، واستتابه فامتنع فجلد ثم تراجع. ومن هنا فهمت الأمة
أن شرط الرسم القرآني أو شرط السند هو رقم 1، يليه الشرط الثاني اللي هو الرسم القرآني، يليه الشرط الثالث اللي هو اللغة العربية. والشرطان هما احترازيان، يعني شرط الرسم وشرط اللغة هما شرطان احترازيان. أحد عنده سؤال على هذا البيت إخواني؟ يعني هذه تاء المؤنث أو المقبوضة ينبغي للقارئ أن يعرف ما رسم بالمقبوضة وما رسم بالمبسوطة. يعني حتى عندما تحفظ القرآن الكريم ينبغي أن تدقق النظر فيما رسم بالتاء المقبوضة وما رسم بالتاء المبسوطة، لأن الوقف حتى برواية حفص بالتاء المبسوطة سنقف عليها بالتاء، وفي المقبوضة سنقف عليها بالهاء، وحتى بالنسبة للقراء البقية ينبغي أن نعلم حتى نفهم كيف نقف على ما رسم. المقبوضة موضع اتفاق، أما المبسوطة فموضع اختلاف. طيب البيت الرابع، بلال تقرأ لنا. ماشي. محمد تقرأ. البداية شيخي شرح البيت الأول. أيوة وكوفيهم عفوا والمازني. قال الناظم رحمه الله: وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء، ولابن كثير يرتضى وابن عامر وما اختلفوا فيه حرم أن يفصل. المراد خط المصاحف التي كتبها الصحابة في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وانعقد إجماعهم عليها، وأنفذها عثمان إلى الأمصار الإسلامية. أنه ثبتت الرواية عن الكوفيين والبصري ونافع أنهم كانوا يعنون ويهتمون بمتابعة خط المصحف الإمام، وأثر هذا الاهتمام التزامهم بمتابعته في الوقف الذي يكون المقصود منه اختبار القارئ في مدى معرفته بالكلمات التي رسمت في المصاحف على خلاف مقتضى قواعد الرسم المتداولة بين الناس، أو في الوقف الذي يضطر إليه القارئ لضيق نفسه أو نسيانه أو نحو ذلك. والمراد أنهم وردت عنهم الرواية بأنهم كانوا يتبعون رسم الكلمات في المصاحف العثمانية، فما كتب فيه بالتاء وقفوا عليه بالتاء، وما كتب بالهاء وقفوا عليه بالهاء، وإن لم يكن موضع وقف. وما كان من كلمتين وصلت إحداهما بالأخرى لم يوقف إلا على الثانية منهما، نحو إنما من قوله تعالى: إنما الله إله واحد. وما كان من كلمتين فصلت إحداهما عن الأخرى يجوز أن يوقف على كل واحدة منهما، نحو إنما توعدون لآت. والمقصود من الوقف على هذه الكلمات وليست بموضع وقف أحد أمرين: إما اختبار معرفة القارئ كيف يقف على هذه الكلمات، وإما إرشاده إلى صحة الوقف عليها عند طرو طارئ عليه من ضيق نفس أو نسيان أو غلبة عطاس أو بكاء أو نحو ذلك. فقوله في وقف الابتلاء محتمل لهذين الأمرين. وارتضى شيوخ الإقراء واستحسنوا اتباع خط المصحف بالنسبة لابن كثير وابن عامر، وإن لم ترد عنهم رواية بذلك. وقوله وما اختلفوا فيه ما اسم موصول مبتدأ،
وجملة اختلف صلته. وحرم حقيق اسم منقوص أعل إعلان قاض خبر الموصول. أن يفصل أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل لقوله حريم. المعنى والذي اختلف فيه القراء السبعة من الكلمات جدير وحقيق شرحه وتبيينه كما سيأتي. إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. هاء التأنيث التي تكون تاء في الوصل قسمان: قسم رسم في المصاحف بالهاء على لفظ الوقف، وقسم رسم فيها بالتاء المجرورة على لفظ الوصل. ولا خلاف بين القراء أن الوقف على القسم الأول يكون بالهاء تبعا للرسم، وأما القسم الثاني فوقف عليه بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي مخالفين في ذلك أصلهم، وهو اتباع رسم المصحف. ووقف الباقون على هذا القسم بالتاء متابعين أصولهم في ذلك، وهي مسايرة خط المصحف. وقد تكفل علماء التجويد ببيان الكلمات التي رسمت في المصاحف بالتاء وبيان الكلمات التي رسمت بالهاء. فمثال ما رسم بالتاء: إن رحمة الله قريب من المحسنين، بقية الله خير لكم، اذكروا نعمة الله عليكم. ومثال ما رسم بالهاء: فبما رحمة من الله لنت لهم، وما بكم من نعمة فمن الله، أولو بقية ينهون. وركت. وقد مسألة أنا لم أشر إليها، أنا قلت يعني اختلاف رسم تاء التأنيث أو هاء التأنيث، قلت الجمع بين اللغتين، هذا التوجيه رقم 1. التوجيه الآخر هو أنه رسمت على نية الوقف أو الوصل، لأنه كما تعلمون اللي رسم بالهاء مقبوضة يعني مرسوم على نية ماذا؟ على نية الوقف، والذي رسم بالتاء على نية الوصل. هذا أيضا علماء الرسم ثبتوه وبينوه، والداني عنون لذلك عنوانا في كتابه المقنع: ما رسم بالهاء على نية الوقف وما رسم بالتاء على نية الوصل. وحتى من سبقوه دونوا كذلك. هذه العلة رقم 2. إذا إما للجمع بين اللغتين، وإما ما رسم على نية الوقف رسم بالهاء، وما رسم بالتاء على نية الوصل. هذا الكلام حتى عندما يدرسون طلبة برواية حفص تذكرون لهم ذلك. وهنالك مذاهب أخرى يعني لا مجال للحديث عنها. آراء المراكشي في كتابه عنوان الدليل. قد عندنا من الوقت ساعة. نعم ساعة. كملت ساعة. إذن أيها الكرام نأخذ شيء من الاستراحة ونستأنف بعد ذلك. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.